أقول لك شيخنا في السؤال، جزاك الله ألف خير. نعم خدمتك. خادم الحسين. شيخنا الجليل، أنا سائق تاكسي، نعم. جاي انشتم، وجاي الناس تحتدي علي، والناس جاي تغلط علي، وجاي هاي، فانا اسكت اقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما احكي. هل الي اجر ما الي اجر؟ جزاك الله الف خير. وبداية ليش تنشتم يعني بدون سبب؟ نعم. تنشتم بدون سبب، يعني ما في واحد اليوم يشتم بدون سبب، اكو يعني سبب؟ يعني تعرف شيخنا، بعد واحد مرات بالسياقه مثلا يصير عنده سهو مثلا اشمر عليه، خلينا نقول يعني ما ادري الله يشهد علي، يعني مرات تصير يعني بالسياقه شويه اخطاء عندنا، فلهذا السبب يعني مرات يعني اسمع انا هذا على هذه نعم الاسباب، مثلا أحسنت. بالشارع يصير عندي اخطاء بالسياقه، يصير عندي طلعوا شو اسمه ولو غمني لو فانا اسكت شيخنا الجليل، يعني ما احكي ما ارد عليه. طبعا اخوتي، هذه الحالة مستشرية جدا 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 بين الاخوة السائقين الذين يسوقون السيارات، سواء كانوا سائقي السيارات التاكسي او العمومية. هذه الحالة مستشرية ومنتشرة كثيرا، وهي السباب والشتم وسب الآباء والحركات النابية المخجلة باليد وغير ذلك. طبعا هذا لا يجوز، حرام. سباب المؤمن فسوق، الذي يسب المؤمن هو يدخل في خانة الفسوق. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان يجب عليه أن يتحمل، أن يحمل الناس على المحمل الحسن. بعض يقول لك أنا ما أدري أو ما منتبه. الشارع فيه كل شيء، فيه المرأة تسوق، وفيه الرجل الكبير، وفيه المتعلم، فيه المبتدئ، وفيه المحترف. فسواقنا جزاكم الله خير لغة إنسانية بين الناس، يعني نتخاطب بالإنسانية. هذا أخوك، هذا يعني هو ولده آدم وحواء، وأنت ابن آدم وحواء، فهو أخوك. بالتالي ربما أخطأ بحقك. إذا أخطأ بحقك عالما عامدا فالواجب عليك أن تسامحه، فكيف إذا كان قد أخطأ بحقك وهو يقول أنا غير منتبه؟ جزاكم الله خير الجزاء. نرجو أن نبتعد كثيرا عن هذه القضية، لأن فيها مغبة كثيرة، انتشار السب والمشاتمة بين الناس. هذا لا ينبغي، جزاكم الله خير الجزاء. ما يصير علينا أن نتخلق ونتحلى بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق أهل البيت أنهم لا يردون على من شتمهم. مثلا جاء شخص إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال له عذرا، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن حتى نأخذ درسا وعلما من علوم آل محمد، فقال له أنت البقرة؟ فقال له لا، أنا الباقر. قال أنت ابن الطباخة السوداء؟ فقال أما قولك بسوداء فليس بصحيح، وأما قولك بالطباخة فهذه حرفة كل امرأة في بيتها. فكان هذا الرجل يشتم الإمام، فيعود عليه الإمام بالابتسامة والضحك، ثم قال له الإمام: هل لك حاجة أقضيها؟ فلما رأى أخلاق إمامنا الباقر عليه السلام انكب على قدميه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله إن هذا الخلق جعلني أؤمن بك يا محمد، يا أيها الباقر، يا محمد بن علي الباقر. وانتقل هذا الرجل من النصب إلى مودة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك نحن قد نحول بعض الناس من العداوة إلى الحب عن طريق الابتسامة وعن طريق مسامحتهم، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، والدنيا منتهية على كل حال. الله يرعاكم إن شاء الله.